السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم سيد هاشم من قناة سيد هاشم وصفات على الدقيق. النهاردة بإذن الله تعالى هنعمل حاجة بسيطة. هنعمل كوسة بالبشاميل. طبعا في أغلب الناس ما بتحبش الكوسة خالص، بس احنا طبعا هنغير شكلها عشان الناس تحبها وإن شاء الله تبقى حلوة ولذيذة. معانا المقادير بتاعتنا: كوسة وفلفل ألوان ولحم مفرومة وواحدة طماطم بس مبشورة وبصل والتوابل بتاعتنا فلفل وثوم بودر وبصل بودر وملح والسبع بهارات، ومعانا طبعا لبن ودقيق عشان نعمل بيه البشاميل. طبعا الكوسة احنا عملناها كده مدورة زي ما احنا شايفين. في ممكن تعملها طرنشات صغيرة كده، وممكن تتعمل زي مركب وتفضل القلب اللي فيها، والقلب اللي فيها ايه يبقى من تحت الكوسة نفسها. ان شاء الله وصفه بسيطه ومش هتاخد مننا مجهود ولا اي وقت ومش مكلفه، وممكن نعملها من غير اللحمه خالص مفيش مشكله. ممكن تعمل كوسه بالبشاميل كده برضو بيبقى طعمها حلو. ولو برضو او كميه لحمه قليله مفيش مشكله، ممكن نزود بصل ونزود فلفل. ان شاء الله برضو هيبقى طعمها حلو جدا وهتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه هنعملها طاسه على النار عشان نعمل العصاك بتاعنا، وننزل بزبده او سمنه او اي حاجه اللي متاح عندكم مفيش مشكله خالص. وطبعا معانا نقطتين زيت عشان ما يتحرقش. بسم الله. اللهم صل على النبي. بعد كده هننزل بالبصل وهنسيب طبعا نقلب فيه كده وهنسيبه لحد ما يدبل معانا. طبعا عشان يدبل بسرعه نحط له ايه يعني رشه سكر صغيره كده هيدبل معانا بسرعه. كده البصل دبل معانا، هننزل باللحمه المفرومه ان شاء الله. سيبها طبعا نقلب فيها كده طبعا النار عاليه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها. طبعا احنا مش هنحط اي توابل دلوقتي ولا اي حاجه. لما خرص شويه معانا كده هنبدا نحط التوابل بتاعتنا والفلفل والطماطم. خرصت معانا هي كده اللحمه، هننزل بفصين توم. طبعا التوم بيدي لها طعم حلو جدا وريحه حلوه. بعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا ان شاء الله. ان شاء الله ريحتها حلوه جدا جدا. بعد كده ننزل بالفلفل اللي هو الفلفل الاخضر والفلفل الالوان، نديله تقريبا كده. اللهم صل على النبي. نسيبه بقى شويه كده ويكون يستوى ان شاء الله. بس طبعا احنا مش عايزين الفلفل بتاعنا يدبل، نسيبه بس شويه كده. بعد كده نحط الطماطمايه المبشوره ونقلبها تضعيم بس، يعني احنا مش هنكتر، هي طماطمايه واحده بس. بنسيبها بقى براحتها كده لحد ما تستوي معانا اللحمه كويس. طبعا قبل ما اللحمه بتاعتنا تستوي هننزل بالزبده او سمنه عشان نعمل البشاميل. طبعا احنا مش هنحط اي حاجه خالص، مفيش اي حاجه، مجرد بس نحط الزبده. طبعا الزبده بتدي طعم حلو جدا، وبتدي لها طعم حلو. طبعا احنا مش هنحط اي حاجه خالص،
ومعاه معلقتين زيت كبار، اول ما السمنه تسيح معانا او الزبده تسيح معانا هننزل بالدقيق. طبعا احنا كل كوبايه لبن بتاخد معلقه دقيق كبيره. طبعا احنا عايزين البشاميل بتاع الكوسه تقيل مش خفيف، لازم يبقى تقيل. بعد كده ننزل بالدقيق، كده الدقيق بتاعنا استوى. هننزل على طول باللبن، بسم الله. طبعا على طول بالمضرب كده عشان ما يكلكعش مننا. طبعا ممكن نحط كوبايتين دقيق، كوبايتين لبن وشوربه، اي حاجه كده اهو، ما يكلكعش ولا اي حاجه. هننزل بشويه ملح وشويه فلفل اسمر نقلب. كل ده يروح طبعا مع التقليب، ما تقلقوش. وهننزل بعد كده بمعلقتين لبن بودر، طبعا ضربهم في لبن او في ميه، بيدي طعم حلو جدا جدا للبشاميل بتاعنا ما شاء الله. وكمان لو عندك حته زبده بلدي كده تدي برضو، بتعلي التيست جامد وتخلي الطعم حلو جدا جدا. هنقلب، وطبعا القوام كده حلو. اول ما لقينا بقى كده نلقى البشاميل بيبقبق معانا كده، يعني بيعمل اشكال كده زي الفقاعات كده، وكده خلاص كده ايه نشيله من على النار. بعد كده طاسه على النار هنشوح فيها ايه الكوسه بتاعتنا. ننزل بمعلقتين زبده، اللهم صل على النبي، معلقتين زبده. طبعا الزبده دي طعم حلو جدا، ومعلقه زيت، اول ما تقدح معانا او تسيح معانا ننزل بالكوسه بتاعتنا. بسم الله. طبعا لازم النار عاليه عشان الكوسه ما تنزلش الميه بتاعتها. بسم الله. نشوحها كويس. كده طبعا الكوسه بتاعتنا اتشوحت كويس اهو ما شاء الله، حته حلوه جدا. لازم تشوح كده عشان طبعا هي تستوي معانا، مش تاخد اكتر من 10 دقايق في الفرن. بعد كده هنجيب صينيه وهندينا سمنه او زبده كويس، وننزل بشاميل. بعد كده ننزل بالكوسه بتاعتنا. طبعا هحط لها شويه فلفل اسود، ويعني رشه ملح بسيطه كده، وهنسويها طبعا في الصينيه كده زي ما احنا شايفين. بسم الله. جربوها والله طعمها حلو جدا جدا جدا، وخفيفه واحسن من الطبيخ، وهي مفيده اصلا، الكوسه مفيده. بعد كده ننزل باللحمه المفرومه، ولو مفيش لحمه مفرومه مش مشكله خالص، عادي. هنوزع كده ان شاء الله.
بعد كده هننزل بباقي البشاميل. بعد كده مرصناها. طبعا عندك بقى جبنه موتزاريلا، عندك جبنه رومي، ميكس جبن، اي حاجه ما عندكيش حط بيضه وشويه ملح وشويه فلفل وشويه يعني معلقه بشاميل كده تبقى حلوه جدا. في شويه جبنه عندي هنا مواد 3 احطها في الوش. بسم الله. بسم الله. بعد كده هحطها في الفرن، هي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير خالص، لان كل حاجه مستويه. طبعا احنا بس ايه هتاخد وش بس. هحطها في الفرن وما تستوي ارجع لكم تاني. هنحط طبعا الصينيه بتاعتنا على الرف اللي في النص على درجه حراره 180، هي ربع ساعه بالظبط ان شاء الله تبقى كويسه. هحطها وارجع لكم تاني. وزي ما احنا شايفين هي بعد ما طلعت من الفرن هي 10 دقايق ربع ساعه بالظبط. ما شاء الله ريحتها حلوه جدا وطعمها حلو. جربوها جربوها والله زي ما انا عملتها بالظبط كده، طعمها حلو جدا. طبعا احنا لو مش هينفع نخرطها دلوقتي، مش هنفضل لو قدمناها دلوقتي طبعا هتبقى ايه مفكوكه من بعضيها، مش هينفع. طبعا هنسيبها تبرد شويه بعد كده نقطعها وهتبقى كل خرطه بخرطتها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. واي حد عايز حاجه يقول لي. ولايكات بقى، اي حد يعمل لي لايك على الحاجه لو عجبته، عشان استمر معاكم في تقديم الوصفات على قد الايد. كان معكم سيد هاشم من قناه سيد هاشم، وصفات على قد الايد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.